السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. طريقة الدولمة العراقية على أصولها. هنا مثل ما شفتوا طلعنا الباجلة من القشر مالتها، وبديت انظف الكرفس والشبيت. شوفوا حبايب قلبي، مثل ما تشوفون بهالطريقة. وهنا بديت اغسل الكرفس والشبيت. وهنا أنا بديت دا أحفر بالشجر، حفرت الباذنجان كملته. وهنا أنا جيت دا أحفر الطماطة. وهنا أنا جيت قشرت البصل وطلعت اللي يلف بيه الكبار، الورقة اللي يلف بيه، وأكو صغار فثرمته ويا الحشو. شوفوا حبايبي. وهنا أنا بديت دا أثرم ورا ما غسلتهن، دا أثرم الشبيت والكرفس ونثرمهن. وهنا أنا بديت دا أقلب الغراض مالت الدولمة. هاي قليت الشجر، كملت غراضها كامل، فما صار عندي مجال أصور لكم. قليت الشجر والفلفل فصورت لكم. وهنا أنا بديت دا ألف. شوفوا حبايب. وهنا أنا الدولمة بدأت حتى تستوي، نظفت لها الماي. وهنا أنا قمت أسوي لبن. وهنا أنا اللبن عندي جهز، فخليت قرصة الخبز وبدي العفو نزلت الدولمة. حبايب قلبي، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك.